إني المدعو عبد العزيز جاسم محمود علي من عشيرة العزاوي، مواليد 2003. أقيم بكفري من عام 2017. تعرفت على شخص اسمه سامي من سامرة، كان ب 2022 ماخذ الإيجار مال كاك أكبر حاج رستم، فأنا كنت أشتغل وياه هو سنتين وماخذها، بعدها طلع وأني أخذتها من أكبر حاج رستم. تعاملنا ب 2024 بشهر ال 11 أو تقريبا شهر العاشر. أخذت الأرض من عنده، أخذت الأرض ب 100 دونم ب 10 ملايين، كان اتفاق 10 ملايين. بعدها اجاني بشهر الثاني من عام 2025 راد عندي مزايده 8 ملايين. بعدها قال ما اريد من عندك مليون، ما اريد من عندك 18، انطيني 16 مليون. اني منطي 6 ملايين مقدم بشهر 11 2024. فبعدها يعني بقينا هيك انا وياه. اجى شهر الخامس وقت الحاصل. من اجى وقت الحاصل راد من عندي الفلوس، قلت له انا ما عندي فلوس، راح ابيع الحاصل وانطيك فلوس، فما قبل. اني حصدت الحاصل، سويته 3 تريلات كبار. التريلا تقريبا تلزم 20 طن، فاحنا من حصدنا تريلا تقريبا لزمت 20 طن، يعني بهاي الحدود. فمن باعه ما انطاني لا وصل ولا انطاني اي شيء. انطاني قال بقالك يمي صافي 18 مليون. هو باع الطن ب 500، هو قال انا بعته ب 400. فباخرها هو قال لي بقالك 18 طن فلوس يمي، فلوس مال 18 طن الطن ب 400، بس انا اعرف بائع الطن ب 500، يعني باقي لي يمي 9 ملايين. فبعدها 9 ملايين هو اخذ الفلوس كلها، اخذ من عندي 16 بالقوه، واخذ من عندي فوقها 1.5 مليون. اجرت قاع يمنى ويسرى قطعتين، وعلى اساس اني ماخذ مي من عنده، واخذ من عندي 1.5 مليون فلوس مال هذا المي. فبقت هيك. انا تقبلت امر الواقع. يمي 18 طن، فحكيت وياه اكثر من اللازم. قال 18 طن عندك يمي، الطن بعته ب 400، بس انا اعرف بيه ب 500، يعني باقي لي يمي. اني باقي اطلب اكبر حجر السم، اطلبه 9 ملايين. فانتهت هاي السالفه هيك. بقيت اتواصل وياه ما قبل ينطيني حساب. فاني قاعد بكفري ما عندي شغل، رحت لبغداد اشتغل تقريبا بشهر السابع. رحت هناك اشتغلت بغداد بالدوره. بقيت هناك اشتغل واتواصل ويا اكبر حاج رستم. تواصلت ويا اكثر من مره على مود الحساب، ما قبل ينطيني حساب. فتواصلت ويا بالفيسبوك بالبيج. تواصلت ويا واحد باع لي مسدس ب 350 وكان وياه 4 طلقات. فاني جيت من هناك، طلعت يوم 22/9/2025. جيت الكفري بتريلا مال اسمنت. فمن جيت وقفت بالتقاطع مال سيمان بيك، بعدها صعدت سياره وجيت الكفري. رحت وقفت بكفري، تغديت وصار العصر وطلعت. من طلعت رحت للمزرعه مالته. انا كنت سحب اقسام، يعني من وصلت المزرعه مالته سحبت اقسام، لان انا اعرف انه هو يستخدم سلاح وجريء، يعني عنده القدره على انه يقتل شخص وما يبالي، عنده عادي. فخاورته قلت له تعال المزرعه. اجاني للمزرعه، قلت له اريد فلوس، ما قبل ينطيني فلوس. فحكيت وياه وحكى وياه من هاي الامور، ما قبل ينطي حساب. فقلت له انطيني نص وخلي يمك نص لحد ما اسد الجماعه اللي يطلبوني، ما قبل. قال حتى نص ما انطيك. فيعني تجادلنا وهذه، فعصب علي، قام يكفر وقام يسبني وسب عرضي وسب اهلي وسب امي وهذه. فاني قلت له عوف الفلوس على صفحه، بس لا تسب، لا تكفر ولا تسب اهلي. فما قبل. قال تشاجرنا بالحكي وهذه، ولزمني خنقني وقع فوقاي. لما خنقني انا تقريبا انقطع نفسي. شفت بلوك بصفي، ضربته على راسه، ما صار بشيء. ضربته مرتين تقريبا، شفت وقع دم علي وهذه. فخنقني، اريد اطلع صوتي قام ما يطلع. فانا كنت شايل سلاح للامان، انه اعرف انه قلت اليوم انا مصمم لازم اخذ من عنده فلوس. فوصلت لهاي المرحله. سحبت سلاحي من ورايا. انا كنت هو وقعني على ظهري، هو فوقي مخنوق، خانقني. يعني من طلعت السلاح تلقائيا ضربته. من ضربته قمت، شفته وقع. كنت ضربته بطلقه وقعت براسه. بعد ما اعرف شنو اللي صار بي، ما صار. انا راسي انقمت، كان اكو حوض هناك مال مي، غسلت ملابسي وتنظفت زين وقمت على السريع.
اخذت المسدس وكان عنده موبايل صغير اخذته. من اخذته صعدت بالسياره بالطريق بالقرب من منطقه اسمها 12 امام تابعه للقضاء كفري. شمرت الاجهزه وشمرت المسدس وطلعت. ومن طلعت بالطريق رديت اتخلص من السياره ما اعرف شلون. شفت يعني اكو جماعه ناشرين سياره يعني بدون سنوي بدون هيك شغلات على الفيسبوك. تواصلت وياه قلت له عندي بيك اب هايلوكس دبل قمره عاليه تراوسني. قال ما عندي مشكله خليه يشوفه هو يتراوس وياك. فرحت عليه تواجهنا عن طريق التليفون ببغداد بس اللي مكان ما ندله بالضبط وين لان انا هو دلاني بالضبط. اول ما قال لي تعال على سريع شارع اسمه السريع محمد القاسم بالقرب من جامع النداء. فرحت يمه بغى يحكي وياي طب فلان فرع يمين يسار. ف اخذ السياره مالتي واخذت السياره مالته. انا من اخذت السياره مالته كنت اشتغل ببغداد بالدوره. فرحت هناك صفيت السياره وكان بيها اغراض الاكبر حاج رستم شويه يعني السنويه وهيك شغلات. اخذتهن وشمرتهن بالنفايات. وبعدها نمت ثاني يوم بالليل. رحت كنت متجه على السوق جتني الامن الوطني مال بغداد بالدوره ولزموني. قسەی کۆتایی ڤاڕ دەیکات.